وأيضا مشاهدينا الكرام في هذا الديوان العامر نلتقي بالبصير والخطيب الحسيني رائد الجاسمي. مساك الله بالخير شيخنا العزيز. مساك الله بالخير والعافية والبركة. حياك الله. أنت شيخ دين. نعم. وأيضا من أحبال المضيف. إن شاء الله إن شاء الله. سولف لنا والمشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال علي بن أبي طالب عليه السلام: عشيرتك جناحك الذي فيه تطير وأصلك الذي إليه ترجع. في البدء أرحب باسمي وباسم عشيرة الجواسم، ويقدمنا عميدنا وزعيمنا الشيخ الحاج أبو إبراهيم طال الله عمره بالخير والعافية. نرحب بكم ولسان حالنا يقول: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف، وأنت رب المنزل فنزلتم أهلا وحللتم سهلا. شكرا. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: الضيف حبيب الله، فأنتم في عيوننا إن شاء الله، ولكم كرامة لأنكم تنتمون لمرجعية أشهر من نار على علم، وهي كالطود الشامخ، وهي مرجعية السيد محسن الحكيم، هذا الذي يعرفه القاصي والداني والعالم والجاهل. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أما حديثي بخصوص عشيرة الجواسم، عشيرتي التي أفتخر بها وأعتز. عشيرة الجواسم تتكون من أفخاذ متعددة، أذكر منها لا على الحصر وعلى الإقصاء الكامل، أذكر منها تتكون من أفخاذ كفخذ عشيرة آل ذهب، وكفخذ عشيرة آل حجيج، وفخذ عشيرة آل خضير، وفخذ عشيرة آل نيم. وسأتطرق مناقب لزعماء هذه الأفخاذ المتعددة بشكل مختصر. أبدأ بفخذ عشيرة الذهب. عشيرة الذهب زعيمهم الحاج ذهب، وهو الذي رزقه الله الشهادة بمقاتلة الوهابية النواصب الذين اجتاحوا العراق قبل عدة سنوات كثيرة. أرادوا هدم قبور الأئمة الكرام في أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الكرامات، فتصدوا لهم شيعة أمير المؤمنين، وكان ممن سقط شهيدا آنذاك هذا الشهيد ذهب رحمه الله. أما أخاه، احنا بعدنا نحكي بمحور فخذ الذهب، أما أخاه الحاج شذر فكان صاحب علاقة وطيدة جدا مع السيد أبا الحسن الأصفهاني، علم من أعلام شيعة أمير المؤمنين، وهو من العلماء الأفذاذ، وكان بيته مهبطا للعلماء الذي يرسلهم السيد أبا الحسن الأصفهاني إلى داره، وكانت داره أشبه بالحوزة العلمية، وقد أسس مسجدا، وكانت له كرامة. أنت تطالبني بالقصص والنوادر. كان فلاح ويزرع الأرض، فكان عندما يأتي وقت الحصاد يجمع الطعام، يقول: أقسموا الطعام إلى 3 أقسام يقسمونه، فقال: الآن اخرجوا ثلث الله، فيخرجون ثلث الله، يعدون الطعام، والطعام اللي المحصول كله مثلا 30 من، نعم، من يخرجون ثلث الله 10 تمنان، يبقى 20. يعدون الطعام مرة ثانية يجدون الطعام 30 من ولم تنقص منه حبة واحدة. يا سبحان الله. الآن أنتقل إلى فخذ عشيرة آل حجيج. آل حجيج مؤسس فخذهم الحاج حجيج صاحب كرامة ونادرة أذكرها لك الآن. هذا الرجل كان يعرف بصاحب العربيد، يسمونه عربيد حجيج. كل العشيرة تعرف قصته. العربيد هو ذكر الأفعى الذي يعيش مئات السنين كما يقولونه علماء الحيوان. كان يطعم ذلك العربيد بيده، ولم يمسه ذلك العربيد بأي أذى قط، حتى وافته المنية. الحاج حجيج وافته المنية، فصار العربيد يقترب من القرية 3 أيام، ويرى بالعين، يقترب كأنما يبحث عن صديقه الذي كان يطعمه سنين طوال. بعد 3 أيام وجدوه ميتا، وهذه كرامة. ومن ذريته الشهيد البطل خالد خماس، وهو الذي أشبع الموضوع الشيخ الحاج أبو إبراهيم في بداية نعم الشيخ إبراهيم، نعم، كان في الشهيد رحمه الله. نعم، وهذا من ذريته. أما فخذ آل خضير، فالحاج خضير صاحب حنكة، صاحب فطنة، صاحب ذكاء، صاحب علمية، وكان ابنه عبد الله يسمى بصاحب، نحن نسميه بصاحب الثغر الذهبي
لما لديه من لسان المنطاق، وهو يحل مشاكل العشيرة، وكان يقرب البعيد ويحث الناس على المواصلة وعلى التراحم وعلى التواصل. نعم، وأولاده الآن هم شخصيات مرموقة في محافظة ذي قار، منهم الأستاذ أبو عمار مهندس موجود الآن هو يسمع حديثي، وغيره من المهندسين من ذرية هذا الإنسان الخير بما تعنيه الكلمة. أنتقل للفخذ الرابع وهو فخذ آل نيم. من فخذ آل نيم، من الفخذ الذي يرجع إليه الحاج أبو إبراهيم، من فخذ آل نيم رجل يسمى الحاج محمد، حج محمد والد الشيخ أبو إبراهيم الله يطيل العمر ويحفظه. هذا الرجل إن لا نريد نعبر عنه بأنه جامعة علمية. هذا الرجل كان هو الوحيد الذي يجيد القراءة والكتابة آنذاك، فكان يعلم الرجال في مجلسه، يعلمهم على القراءة وعلى الكتابة. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله أول آية نزلت عليه اقرأ، فكان هذا الرجل في غابر العصور هو يعلم الناس على القراءة والكتابة، وكان معروفا في التقى والزهد وإصلاح ذات البين، وكان رجلا حقيقة رجلا فذ، وكان من خدام أبي عبد الله الحسين. هذه خلاصة عن عشيرة الجواسم، والكثير الذي أنا تحاشيت ذكره. كفيت ووفيت. أشكرك. لكن أنت من أي الأفخاذ؟ أنا من فخذ الذهب. نعم. أشكرك. وأنت ذهب. أشكرك. وسمي ذهب وشذر لحسن جمالهم. بعد شذر وذهب. نعم، شذر وذهب لحسن جمالهم. وأشكركم الشكر الجزيل باسمي واسم عشيرة الجواسم على هذا القدوم الكريم. أسررتمونا، أسركم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا الشيخ رائد الجاسمي، الشيخ منبر، وأيضا حافظة ما شاء الله ونسى